السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين جميعا. رمضان كريم عليكم بخير يا رب. عملت الفول بتاع السحور. تعالى اقولك تعمليه بمنتهى السهولة وزي الزبدة. هاتي كده كمية الفول اللي انت عايزة تعمليها وبليها. اهم حاجة بليها من بالليل. بعد ما تبليها هتنفش معاكي وتبقى بالشكل ده. حطها في الفوالة بتاعتك او في الحلة او في اي حاجة هتعملي فيها. واربع فصوص توم، بصلتين متقطعين شرايح، طماطمتين مغسولين سلام زي ما هما كده، وحطيهم في قلب الفوالة او في قلب الحلة اللي فيها الفول، وعليها كمية كويسة من المية. المية تكون مغطياها او تكون اكتر من نص. معلقتين اتنين من العدس، مش صغيرين، او معلقة كبيرة، واغسليهم كويس وحطيهم على الحاجات دي كلها. معلقتين من العدس، بصلتين متخرطين، طماطمتين سلام، اربع فصوص توم مع الفول، وولعي عليه النار، واول ما يغلي هدي عليه وسيبيه ياخد ويدي مع نفسه. هيقعد له بتاع نص ساعة او ساعة الا ربع على النار. بعد كده نزليه وهاتي كده وتعالي مع بعض نشوفه. هتلاقي معاكي حاجة كده زبدة ما شاء الله. لا تقولي لي فول من بره، ولا تقولي لي اجدع محل بيبيع فول. حلو جدا، مستوي سوا حلو جدا. طب زي الزبدة، ريحته طالعة بسم الله ما شاء الله. بصي هوريكي حاجة كده فلة. سهل جدا، نظيف جميل. عارفه انت عاملاه ازاي؟ غسله الفول بتاعك ومنقياه وعاملاه بطريقه سهله وبسيطه ونظيفه. تاكلي كده وتشبعي منه. هتطلعيه بنفس الطريقه ديت من الفوالة بتاعتك او من الحله بتاعتك، وهتحطي في الطبق. تمام كده. بيطلع بقى البصل مع الثوم مع العدس مع الطماطم مع كله. تقدري تضربيه كله في الخلاط الكميه كلها، وتعبيها في اكياس وتحطها في الفريزر وتسحبي منها. وتقدري تخليه زي ما هو كده زي ما انا هعمل. اما يبرد سيبيه لما يبرد خالص، وحطيه في التلاجة على الرف اللي فوق وغطي عليه. وطلعي كل يوم على قد الطبق بتاعك بتاع السحور او طبقين، شوفي انت بتسحري بقد ايه وتطلعي. تغرفي الطبق بتاعك او الطبقين. عندك ميه عايزه خفيف هتزودي ميه، عايزه تقيل هتقللي ميه. وبعد كده انت عايزه تعمليه بالشوكه. هتجيبي الشوكه بتاعتك وهتبتدي ان انت تهرسيه وتحطي عليه الملح والفلفل والكمون والزيت والليمون بالشوكه كده، وهتعمليه هيروح معاكي زي الزبده وزي الفل. مش هتعمليه بالشوكه، يبقى هتاخديه زي ما انا هاخده كده. الطبق بتاعي هعمل الطبق بتاعي كده وهاخده في الخلاط بعد ما يبرد شويه، وهضربه في الخلاط ربع ضربة بس، مش هنعمه قوي. هضربه ضربة بسيطة. انت حابة بقى تنعميه قوي زي اللي بيجي جاهز كده من المحلات، تمام. عايزاه خشن شوية، كله في ايدك في الخلاط. بصي انا ضربت ربع ضربة بس، ولا منه ناعم قوي ولا منه ان هو خشن قوي. ورحت جايباه كده في الطبق بتاعي ومفضياه. احلى شوية فول ممكن تاكليهم. نظافة، ريحة حلوة، طعم حلو. سيبك بقى ايه من كل اللي بيتباع بره ده. حاجة انت عاملاها وعارفة انت عاملاها ازاي، نظيفة وزي الفل قدامك، تاكلي انت اولادك وتشبعي منها بنفس كده. هتحطي معلقة الملح بتاعتك عليه، ومعلقة الكمون. معلقة ملح ومعلقة كمون، وهتقلبيهم كده في طبق الفول. بسم الله ما شاء الله، ريحته طالعة حلوة جدا ما شاء الله. وطبعا الكلام ده كله هتعمليه وانت بتحطي السحور، لان هو معمول جاهز عندك. انت هتاخدي تسخني شوية وتروحي عاملاه الطبق، مجهزة الطبق وخلاص. عصرة الليمونة بقى ديت اوعي تنساها، عشان دي اهم حاجة في طبق الفول. معلقتين اتنين من الزيت كده، وهتحطيهم على وش طبق الفول، وهتاخدي احلى طبق فول بسم الله ما شاء الله. بجد حلو جدا جدا وعجبني بصراحة. انا اول مرة اعمله، بس عجبني بجد. انا كان عندي كيلو فول، خدت نصه يعني، ما خدتش الكمية كلها، خدت النص كيلو ما شاء الله. يعني عمل لي ايه، نص القدرة ديت من الفول ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله يعني. خلص معانا طبق الفول، ما خدش معانا اي وقت. بصي ثواني اهو، زي ما قلت لك هتاخدي القدره كده وتحطيها على رف التلاجة، وتاخدي منها كل يوم الطبق اللي انت عايزاه. عايزه تعملي الكميه كلها في الخلاط بالطريقه دي، وتطلعي كل يوم كيس تعمليه بنفس الطريقه في الطبق كده. ده معاكي وده معاكي. ولو عجبك طريقه الفول حطي لي لايك، واشتركي معايا في قناه الطبخ اسهل مع امل. واستنيني في فيديوهات رمضان الجميله والطبخ اسهل مع امل، واحلى طبق فول.